مساء الخير عليكم يا أحلى عيلة. ما تنسوش تدعموني بلايك وبتعليق، فتعليقكم مهم جدا لدعمي. كالعادة وزي ما احنا متعودين ان كانجنا رانوت بتشن هجوم دائم على عدد كبير جدا من نجوم بوليوود، ودائما ما تتكلم عن المحسوبية وعن بعض القضايا الشائكة في بوليوود. وقررت كانجنا ان تشن هجوم جديد على المخرج مهيش بهات والد الممثلة عليا بهات، حيث قامت بنشر مقطع فيديو قديم لمهيش بهات حيث يذكر فيه اسمه الحقيقي وهو ليس مهيش وإنما هو أسلم. فقررت كانجنا أن هي تعلق وقالت: لا أدري لماذا تخفي اسمك الحقيقي الجميل يا مهيش، يجب عليك أن تستخدم اسمك الحقيقي، وأعتقد أن اسمك الحقيقي أسلم يمثل دين معين، أو أنك قررت تغييره بسبب زوجتك الثانية سوني. ولم تكتفي كانجنا بل قامت أيضا بنشر مقطع فيديو آخر لمهيش وقالت: مهيش جي يحرض الناس بشكل عرضي ومؤثر للغاية على العنف. فبهذا الحديث تكون قررت كانجنا تتحدث عن مهيش وأنه كيف يقوم بإخفاء دينه الحقيقي هو وعائلته حتى لا يتم ممارسة العنف ضده اللي بيتم ممارسته من قبل المجتمع الهندوسي ضد المسلمين. فلقد صرحت بأنها تم الاعتداء عليها بالضرب عندما لم تقبل المشاركة في أحد أفلامه. تعرضت للاعتداء شخصيا حينما رفضت فيلم توكها، وقالت: إلى متى يظل المسلمين في الهند يخفون ديانتهم؟ فدائما ما تثير كانجا العديد من الحروب والعديد من التساؤلات.